أهلا بيكم في قناة قصص وروايات. أكلمكم النهاردة عن قصة الفراشة والشرنقة. في يوم من الأيام كان في راجل كبير في السن، طيب، بيحب الطبيعة قوي، وعنده هواية إنه يتأمل في كل حاجة حواليه، الشجر، الورود، الحشرات، كل حاجة. في يوم وهو ماشي في الجنينة بتاعته شاف حاجة صغيرة معلقة في فرع شجرة. قرب منها وركز قوي، لقى شرنقة صغيرة قوي شبه الكيس الملفوف ولونها بني على ذهبي، ملمسها ناعم كده كأنها حرير. الراجل اتبسط جدا وقال بصوت هادي: دي شرنقة، يعني جواها فراشة بتتكون. سبحان الله. قعد كل يوم يجي يبص عليها، يراقبها ويستنى اللحظة اللي الفراشة هتخرج فيها. وبعد كام يوم شاف الشرنقة بتتحرك شوية شوية شوية، هزات خفيفة. الفراشة جواها بتحاول تخرج، بتعافر، وجناحاتها بقينا مكرمشة ولونها لسه باهت. الراجل قعد يتفرج وكان قلبه بيدق من الحماس، بس في نفس الوقت حاسس إن الفراشة ضعيفة جدا. شافها بتحاول وتقع تاني، تحاول وتقع تاني. ساعتها قال في نفسه: يا حبيبتي، انتي شكلك تعبانة قوي، ما أقدرش أتفرج عليكي وانتي بتتعذبي كده. قام بسرعة، جاب مقص صغير وقرب من الشرنقة بهدوء، قطع فتحة صغيرة فيها وقال: أنا هساعدك تخرجي بسهولة وما تتعبيش. وفعلا الفراشة خرجت بسرعة، وقعت على ورقة تحت الشرنقة. الراجل فرح جدا في الأول وقال: يا سلام، خرجت أخيرا، كده هتفتح جناحاتها وتطير. بس لما بص عليها لقاها مش قادرة تحرك جناحاتها خالص. كانت جناحاتها مليانة مية، مش متفردة، ضعيفة، شكلها حزين. فضلت تحاول تحركهم شوية شوية لحد ما وقعت على جنبها وتنهدت كأنها بتقول: أنا مش قادرة. الراجل قعد جنبها وحاول يشجعها: يلا يا حبيبتي، حاولي، قومي، طيري. لكن للأسف الفراشة ما قدرتش تطير، وفضلت كده شوية لحد ما ماتت قدام عينيه. الراجل اتصدم ودموعه نزلت وقال بحزن شديد: يا ريتني ما ساعدتك، أنا كنت فاكر إني بعمل خير، بس طلعت بأذيكي. وقتها فهم الراجل إن ربنا خلق الشرنقة كده عشان الفراشة وهي بتحاول تخرج تضخ الدم في جناحاتها وتقوي عضلاتها وتبقى جاهزة تطير. لو خرجت بسهولة من غير تعب جناحاتها تفضل ضعيفة وما تقدرش تعيش. العبارة: الصعوبات في حياتنا مش دايما لعنة، دي ساعات بتبني فينا قوة وتخلينا نقدر نواجه الدنيا ونطير بعيد بجناحاتنا القوية. أتمنى أن تكون القصة نالت أعجابكم، وتنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا.